كده هنشوف ثنائية صلاح ويمين يامال في برشلونة. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. من كام يوم صحيفة سبورت الأسبانية قالت إن محمد صلاح عرض نفسه على برشلونة، إن برشلونة ومحمد صلاح توصلوا لاتفاق مبدئي إن هو ممكن ينضم لصفوف الفريق بعد نهاية الموسم ده. لكن برضه قالوا إن مفيش أي مفاوضات رسمية حصلت، وده طبعا بسبب تمسك محمد صلاح بليفربول لحد آخر لحظة. العائق الوحيد في الصفقة دي هو راتب محمد صلاح، واللي بيوصل ل 15 مليون جنيه استرليني، واللي هيكون عائق طبعا بالنسبة لبرشلونة. خصوصا بقى ان في انديه في السعوديه زي الهلال مثلا عرض على محمد صلاح 50 مليون يورو في السنه، ده طبعا رقم فلكي ومستحيل برشلونه ولا ليفربول يعرضوه عليه. ليه ابو تريكه؟ ترى بقى محمد صلاح ممكن يخفض راتبه عشان يروح برشلونه، ولا الفلوس بتاعت السعوديه هتغريه؟ وجهه نظري محمد صلاح كده عايز يكمل في التوب ليفل، فما اعتقدش ان هو هيسيب اوروبا دلوقتي ويروح السعوديه حتى لو كان المقابل المادي مغري. ولكن فعلا اداره ليفربول لو فضلت عامله نفسها انها مش شايفه حاجه، محمد صلاح هيروح برشلونه.